وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حلقه مش عاديه، حلقه جديده خالص من نوعها. ضيفتي ضيفه مش عاديه، ان شاء الله تبقى حلقه تعجبكم. عندي النهارده ضيفتي هي تيتا فاتن. هي طبعا اكلها لا يعلى عليه يا جماعه، اصلا تاكلوه هو ني من قبل ما تشوفوه ولا يستوي ولا الكلام ده كله. بجد اكلها تحفه جدا. هي ضيفتي النهارده هنعمل مع بعض ايه بقى يا ابله فاتن؟ النهارده هعمل لكم الفطير المشلتت. فطير مشلتت بيقولوا عليا ان انا شاطره فيه. واو، لا هي مش شاطره، هي ممتازه بجد فيه. انا النهارده هعمله لكم باسهل طريقه. يلا بينا بقى على المطبخ اوريكم اسهل فطير مشلتت واحلى فطير مشلتت هتاكلوه في حياتكم. احنا معزومين النهارده يا جماعه عندها عشان خاطر الفطير المشلتت. مش عايزه اقول لكم طبعا والله بجد مش عشان هي بقى قريبتي والكلام ده كله، لا بجد احلى من بتاع بره بكتير، لدرجه ان انت بتبقى عايزه تاكليه كده حاف من غير شاي، من غير بيبسي ولا شاي بلبن ولا الكلام ده كله. هتجربوه وان شاء الله انا واثقه بجد انها هتعمل لكم فطير هيعجبكم جدا جدا جدا. انتوا شرفتوني والله النهارده يا ولاء. ربنا يخليكي يا رب. وانا سعيده ان انت يعني واثقه فيا قوي كده. لا ثقه عمياء بجد، ثقه عمياء. تعالوا بقى دلوقتي وقدمتيني لمشاهدينك ان شاء الله اكون عند حسن ظنك ان شاء الله. مقادير الفطير المشلتت سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه. عباره عن كيلو دقيق لكل الاغراض عشان بيفرق، سمنه، زبده، ولازم الزبده علشان احتفظ في جواها الميه واللبن بتوعها عشان يطروا لي الفطير. دي نص معلقه بيكنج باودر، دي 4 معالق سكر وفيهم ذره ملح، يعني ربع معلقه برضو من الملح، وفانيليا، وتقريبا لتر ميه. هتفرق الميه من دقيق لدقيق، بس اكتر حاجه هتاخدها هو اللتر ده. انا طبعا بتعلم من حضرتك. بالنسبه للسكر 4 معالق صغيرين ولا كبار؟ لا انا هحطهم كبار عشان هيديكي طعم حلو قوي للفطير. هتدوقيه دلوقتي. طيب تمام. وحطينا الفانيليا عشان الفانيليا ريحتها بتبقى حلوه قوي، وبالذات لما يكون الفطير بتاكلي معاه حاجه مسكره زي مثلا العسل. العسل الاسود بالطحينه بيبقى حلو قوي. انا بتعلمه يا جماعه، معلش يعني سامحوني عشان انا بعرف منها، عشان انا بتعلم الفطير ده. انا ممكن اعمله على فكره بمعلقه سكر واحده صغيره، وهديله سنه ملح شويه لو هاكل معاه جبنه مش الحاجات الحادقه دي. انا عن نفسي بعمل خبزتين، خبزه فيها سكر وفانيليا، وخبزه لا فيها فانيليا. المقادير بتاعنا اللي هو الفطير دي الحلو بالظبط. الحلو بالظبط. لا حضرتك طبعا عايزه طبعا يا جماعه حلقه تانية عن الفطير الحادق. تابعونا ان شاء الله، برضو هنقدم لكم حلقه عن الفطير الحادق ان شاء الله. دلوقتي بقى هنعمل ايه بقى مع بعض؟ دلوقتي انا هاخد الدقيق وهنروح على العجانه علشان نعجن الدقيق مع بعض. كميه الدقيق اللي هو الكيلو كله في قلب العجانه. لو ما عندكيش عجانه مفيش مشكله، هنجيب طبق وهنشتغل فيه. اللي هعمله دلوقتي هيتعمل في الطبق وهعجنه بايدي عادي خالص، ده اللي ما عندوش عجانه. ادي دلوقتي انا حطيت الدقيق، هنحط السكر مع ربع معلقه الملح اهو. هحط ال4 اكياس دول. الفانيليا دي بتفرق قوي 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 في الطعم والريحه. مثلا دلوقتي اللي ما عندوش مثلا اكياس فانيليا، عنده الفانيليا اللي هي السايبه، هناخد نص معلقه صغيره. تمام. هحطهم عليها. تمام. دلوقتي هاخد حته السمنه دي، احنا قلنا دي سمنه على زبده عشان الزبده هتطريلي الفطير، والسمنه دي سمنه بلدي خالص انا عاملاها في البيت مطلعاها من اللبن. فهاخد حته من دي وحته من دي وهقلبهم كلهم مع الدقيق. انا خدت حته زبده على حته سمنه بلدي اللي هي البيضه اللي احنا برضو عاملينها في البيت. هنحطها كده دلوقتي وهركن دول كده على جنب. طبعا السمنه اللي معموله في البيت دي برضو هنقول لكم ان شاء الله بتتعمل في البيت ازاي. انا عاملاها وطريقتها سهله جدا. يعني شويه اللبن بيطلعوا لك شويه زبده، بيطلعوا لك شويه جبنه. الشرش اللي بيطلع بنخبز بيه قرص طريه كمان، ما بنرميش اي حاجه من اللبن. على فكره يا جماعه اقتصاديه جدا دوت في الظروف اللي احنا فيها دي هينفعنا جدا. لا دي حقيقه. يعني شويه اللبن لما يطلعوا لك كل الحاجات دي من ما فيش من اللبن بتاعك. صح. عملتي الجبنه، عملتي الزبده، خدتي الشرش اللي طلع
عجننا بيه القرص الطريه اللي بيديها طعم حلو قوي وكانك عاملاها بالزبده البيضاء. على فكره هيبقى في حلقات جامده جدا ان شاء الله، بس خليكم كده بقى متواصلين معايا، هتلاقوا حلقات اقتصاديه وموفره وفي كل بيت ممكن يعملها باقل التكاليف، باقل التكاليف وباسهل الطرق، لاني انا دايما بعمل اسهل الطرق باحسن حاجه واحسن طعم. هتقولي لي طبعا انا مجرباها كل حاجه. فان شاء الله دلوقتي هشغل العجانه وهوريكم العجينه هوصل بيها لحد فين. على ما هو يتعجن انا هخلط الزبده مع السمنه البلدي اللي هي الزبده البيضاء برضه. هفضل اضرب فيها لحد ما يبقى شكلها زي الكريمه كده. شايفه يا ولاء؟ دي زبده مع زبده مع السمنه البلدي. ممكن اللي ما عندهاش سمنه بلدي مع اي سمنه ما فيش مشكله خالص. السمنه اللي انت بتستعمليها ومتعوده عليها بتحطيها. ما انا قلت لك الفانيليا ليه في الاول. تمام. يبقى قد ايه مقدار مثلا الزبده؟ الزبده ربع كيلو. هيبقى ربع كيلو من الزبده اللي هي ما تسيحتش خالص، اللي فيها اللبن والميه بتوعها. الزبده اللي هي في اي سوبر ماركت، في اي سوبر، اللي هي القوالب اللي بتتباع دي. هجيب القالب وهاخد منه ربع كيلو، هحطهم مع 3 معالق سمنه بلدي او زبده بلدي انت مسيحاها علشان الطعم في الاخر. يعني ربع كيلو زبده ايوه مع 3 معالق سمنه. سيان بقى اي سمنه عندك بلدي الموجود المتوفر عندك استخدميه. الموجود بيفضلوا يتضربوا مع بعض كده لحد ما يديك الشكل الكريمي الجميل ده. تمام. يلا بقى نروح نشوف العجان. يلا. انا كده دلوقتي طلعتها من العجانه بالشكل ده. شوفي ناعمه ازاي. بص شوفي ازاي. هحط عليها شويه دقيق وهرجع بايدي انا بقى عشان احس الحاجه وانا بعملها. طب وهي بتتعجن مثلا لو احتاجوا سن دقيق ولا حاجه هنحط لها طبعا بس طبعا. ما يحطوش ميه. لا ميه لا اهي شوفي العجينه. بصي قدامي انا بقى عايزه الشده دي اللي هي شغلت الجلوتين اللي بيبقى في الدقيق. تمام. انا عايزاه يطلع ويبقى بالشكل ده. شايفه كل ما هضغط كده، شايفه كل ما العجينه تشد معايا اعرف ان عجينتي ناجحه وهتطلع فطيره حلوه. شوف العجينه بقت قدامي عامله ازاي. امسكها بايدي كده. شايفه كل ما العجينه تمط معاكي تبقي عجينتك ممتازه. خلاص انا كده خلصت. يقعدوا مثلا يضربوا فيها كده قد ايه؟ ما فيش 5 دقايق. انا لسه ما هي ضربها ضرب كويس قوي في العجانه. تمام. ما فيش عجانه هفضل اعجن فيها لحد ما تديني عجينه. شوفي بصي لا بتلزق في ايدي. بصي اهم حاجه ان هي ما تبقاش تلزق في الايد. لا هي لو عملتها كده هتلزق، بس انا عايزه اللزقه دي بالظبط تفك بسهوله. دي بقى هاخدها هحطها في طبق وهسيبها تستريح حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع. هريحها وهقول لك من غير ما تتغطى من غير اي حاجه. لا هغطيها طبعا. هحط حبه زيت من تحت في الطبق وحبه زيت من فوق عشان ما تعمليش تشميع. هنخلينا مع حضرتك. حطيت حبه زيت صغيرين بتاع نص معلقه كده وحطيتها وهسيبها بقى كده 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 خالص وهغطيها من نص ساعه لساعه الا ربع. هريحها وهجيلكوا تاني. هنا دلوقتي عدى تقريبا نص ساعه على العجينه مرتاحت. انا هعمل صباعي كده. لو عملت كده وما رجعتش تاني اذا العجينه عندي مرتاحه وهتمشي معايا وهتبقى زي الفل. عملت كده ورجعت لا يبقى خلاص اسيبها ترتاح شويه. فانا هاخدها معاكم دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهفرد شويه دقيق وهحطها كده. الخطوه دي مهمه جدا. انا هفرد العجينه على قد ما اقدر. كل ما العجينه ترتاح في ايدك هتمشي معاكي بالظبط، وكل ما تسيبيها ترتاح هتبقى حلوه زي ما انت شايفاها كده. شايفه يعني هو مش لازم الوقت اللي حضرتك حددتيه، يعني ممكن نسيبها اكتر من ممكن لو بصي هي كبرها ساعه. تمام. كبرها او ساعه. مثلا لو حد وراه حاجه لو وراكي حاجه بالظبط بالظبط. على فكره ممكن تعملي الفطير ده وانت بتعملي الاكل. يعني وانت واقفه بتعملي الاكل اعجني العجينه وسيبيها ترتاح وكملي اكلك خلصي وروحي بالظبط كده. دلوقتي هحط عليها الخليط اللي احنا عملناه من السمنه والزبده مع بعض كده. انا فردت الخليط الزبده والسمنه على العجينه اللي ريحتها نص ساعه. الرول ده بقى بصي بسم الله الرحمن الرحيم. شايفه دي؟ شايفه الحركه دي؟ شايفه انا هرول العجينه بالزبده والسمنه. خطوه بصي ايدي بترجع بالعجينه لورا
شوفي بصي كده واعمل كده. الحركه دي هي دي التوريقه بتاعت الفطير مورق. ليه سمك. لا غير ان ليه سمك، هو مورق. يعني كل لفه من دي بتوريقه اهي. تمام اهي بصي اشد نشد العجينه اهي، شايفه بصي ونبدا نلف نرولها اهي، شايفه يا ولاء معايا؟ تمام شايفه. انا كده خلاص لفيت العجينه بالزبده والسمنه بالشكل ده. هنا بقى خطوه مهمه جدا، عايزاها فطيره مشلتت ملحمه، هنقسمها على 4 هتديني فطير مشلتت ملحمه. عايزاها فطيره من بتاعه الافران، هطلعها 8 لحد 12 فطيره زي ما انا عايزه. لكن بما اننا دلوقتي هنعمل الفطير المشلتت، فانا هقسم كيلو الدقيق على 4، عايزاه على 2 تمام عشان يطلع مورق ويطلع ملحم وحلو. ده احنا لينا بقى في البيت، لكن احنا بقى لو عايزين نعمله كده لو عايزاه اللي هي الفطاير الصغيره دي اعمليها لحد 12 18 واحده. تمام هتبقى معاكي في منتهى الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هقسمها ادي نصين، ودي هقسمها نصين تانيين، ودي هقسمها، دول هيطلعوا لي 4 فطاير ملحمه وفي منتهى الجمال. شايفه من هنا، شايفه التوريقه بتاعت الفطير. شوفي كام لفه من الباتيه شويه لان هو بيبقى يتعمل برضه فيه لكن انا عايزه اوريك هي التوريقه اهم حاجه هي دي. شايفه دي اهم حاجه. شوف مورق كم مره. بس انا هاخدهم دلوقتي وهحطهم في صينيه مدهونه زيت. احنا جبنا دلوقتي الصينيه ديت صح يا ابله فاتن؟ حطينا فيها زيت. حطيت فيها زيت. حطيت فيها زيت وحطيت فيها الفطاير، وهدهن كل فطيره بزيت. انا هاخد الزيت اهو بايدي، لان طبعا احنا في البيت عندنا وبنشتغل بايدينا. كل واحده هحط فيها الزيت عشان لما اجي احطها في الثلاجه ترتاح، والسمنه والزبده مع بعض طب هي بتتحط في الثلاجه لمده قد ايه؟ نص ساعه بالكتير. نص ساعه. بتتغطى برضه؟ انت عايزه تعمليه وتعمليها بالليل كده مثلا، تقعد 3 براحتك، واغطيها. واهم حاجه تتغطى. شايفه الخطوه دي مهمه جدا. الخطوه دي هروح بقى احطها في الثلاجه حوالي نص ساعه وارجع لكم تاني. حوالي نص ساعه في الثلاجه. هاجي ادهن هنا بقى زيت. انا الرخامه طبعا نضيفه زي الفل اهي. هحط العجينه، واخده بالك انا هعمل كده عشان بس السمنه ما تطلعش مني. بتاخدي من جوه على بره، من جوه على بره كده، مش محتاجه اكتر من كده، هي اصلا متورقه لوحدها. هجيب السمنه اللي احنا عاملينها، الزبده والسمنه، وهدهنها تاني دهنه خفيفه قوي. هجيب الجنب ده وهعمله كده كده وادهن تاني، وهجيب ده وهعمل كده وهدهن تاني اهو. هي اصلا متورقه جاهزه اهي. بس كده هجيب الاطراف بتاعتها هلمها كده، هتبقى معايا بالشكل ده. شايفه؟ هروح جايبه صينيه دهناها سمنه، هروح واخداها كده اهو واحطها هنا كده. بس هريحها شايفه؟ شايفه الهواء؟ شايفه كل الهواء دي توريقات اللي طلعت من الرول اللي احنا لفيناه. هسيبها دلوقتي ترتاح حوالي 10 دقايق ربع ساعه بالكتير. دي بقى العجينه بعد ما ارتاحت. الفطيره قدامي جاهزه انها تدخل الفرن اللي مشغلاه بقالي حوالي ربع ساعه على اعلى درجه. دلوقتي هفرده بايديا هي نظيفه. هروح فرده. شوف العجينه، بصي يا ولاء، بصي العجينه بتتفرد معايا بسهوله ازاي. شايفه التوريقات الفقاقيع اللي جوه دي؟ انا عايزه دي بقى، دي هي اللي هتخلي لي الفطيره مورقه. شايفه؟ هي بتتفرد على الصينيه كلها لوحدها؟ لا على حسب ما انت عايزه، على حسب ما انت عايزه. عايزاها تخينه وملحمه قوي على زي ما انت عايزه اهي. ممكن اسيبها على كده، ممكن اخففها شويه اكتر من كده اهي. اهي انا كده فردتها بالحجم اللي انا عايزاه. هروح واخده حته سمنه اهي، هحطها على وش الفطيره اللي هتحمري. والله لو عندك حته قشطه من قشطه اللبن اللي احنا بنشيلها من الوش فيبقى جميل جدا. هروح على الفرن دلوقتي وهحطها. يلا انا حطيت الفطيره تحت شويه هتاخد لون، وهرجع اطلعها فوق تاني. خليكم معايا. لا
بصي الفطيره نافشه ازاي وجميله ومورقه عامله ازاي. انا بس هديها سنه تحت شويه تاخد لون، وبعد كده هطلعها فوق على الشبكه فوق. والفرن ده الفرن اللي عند كل الناس. لا حطيته بقى في فرن فيه مروحه، طبعا لو حد عنده فرن فيه مروحه هيوزع الحراره وهيبقى حلو قوي، بس الفرن الصغير ده عند كل الناس. الرحيم بصي يا ولاء، خلاص اهي خدت اللون الجميل من تحت اهي، شايفه؟ هروح واخده الصينيه ومطلعاها فوق تاخد لون تاني. الفطيره طلعت ولونها بقى في منتهى الجمال. دلوقتي هشيلها من الصينيه وهحطها على الرخامه النضيفه دي، وهقول لك دلوقتي هعمل فيها ايه. انا عندي بقى هنا تكه لازم تاخدي بالك منها قوي. انا عندي فوطه مبلوله عشان احتفظ بطراوه الفطيره السخونيه اللي هتطلع منها، هكتمها على طول بفوطه مبلوله نظيفه وفوطه منديه يعني. لا فيها ميه يا دوب عصراها. وواحده كمان ناشفه هتطلع دلوقتي معانا فطيره زي الملبن. تمام. بعد ما سبت الفطيره حطيت عليها الفوطه المبلوله والفوطه الناشفه حوالي 5 دقايق، هروح شايلاها. بصي يا ولاء، بصي اللون يا ولاء، شايفه لونها؟ هروح جايبه كيس نايلون هتحتفظ بقى بانها طريه لحد اخر قطمه. شايفه الجمال؟ انا شايفاها، انا حاسه بيها دلوقتي وانا بحطها في الكيس طريه جدا. بصي شايفه الجمال؟ بس وهسيبها تبرد خالص. بصوا ده اول فطيره، طبعا انتوا عارفين ان احنا عاملين كميات، بس احنا قلنا طبعا نحب نوريكم اول فطيره طلعت. تمام. لسه بقى باقي الفطير هيطلع وهتشوفونا بقى ان شاء الله كده بقى واحنا بناكله بقى مع الجبنه والمش والعسل الابيض. خليكم معانا لاخر الفيديو. خلاص كده يا ولاء، ادي الفطيره طلعت اهي من الفرن وبردت وديك شايفاها طريه ازاي وجميله ومورقه ازاي. هتاكليها بقى مع العسل الاسود، هتاكليها مع العسل الابيض بالهنا والشفا علينا طبعا. بالف هنا. ان شاء الله باذن الله هتجربوها. طبعا عايزه اقول لكم بجد والله طعمها حلو قوي والريحه طبعا رائعه جدا. ان شاء الله استنونا بقى في فيديوهات كتير جدا مع تيتا فاتن. متنسوش لايك، ومستنيه اي كومنت، وشكرا جدا لكل الكومنتات اللي بتجيلي وكل التعليقات الجميله اللي بتجيلي، واشتراك في القناه عشان كل جديد يوصل. شكرا ليك يا ولاء يا حبيبتي، وبشكر كل مشاهدينك. ويا رب الكومنتات بتاعتك تيجي ايجابيه وترفع من روح الحلقه ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا.